نبدأ تمرينة الشست والترايسبس. أول زاوية في الشست هتبقى انكلاين دمبل بريس زي ما انت شايف كده. أول مجموعتين هتثبت دمبل وتلعب بالتاني 5 عدات، بعدين تعكس 5 عدات، بعدين الاتنين مع بعض. ممكن تجيب يا 5 يا 10 عدات على قد ما تقدر. فايدتها انك هتركز على كل ايد لوحدها. ممكن تثبت الدمبل فوق او تثبت الدمبل تحت، مش هتفرق، بس اهم حاجة تكون منشف عضلة صدرك، يعني ما يكونش ثبات الدمبل ده على كتفك، لا خليها على عضلة الصدر، سكويز عليها، قرص عليها، وخليها دايما متأكتفة معاك. بعد كده هنخش على تالت ورابع مجموعة، نفس الزاوية هي بس هنلعب ايدنا الاتنين مع بعض عادي. وساعتها طبعا هنزود الاوزان على قد ما نقدر، نروح بأتقل وزن ممكن نلعب بيه، ونحاول ان احنا نوصل في الفيلير في كل مجموعة فيه. ويلا بينا على تاني زاوية، هتبقى زاوية سوبر سيت على الكرسي الفلات. هنلعب فلاي في كلوز بريس دمبل، بس التكنيك بتاعها هيكون عدة وعدة، يعني مش هنخلص الفلاي الأول بعدين نلعب البريس، لا هيبقى عدة فلاي في عدة بريس، عدة فلاي في عدة بريس. ده هيضمن لك انك لما توصل للفيلير هتوصل للفيريال في الزاويتين مع بعض. يعني انت لو لعبت فلاي الاول، انت لو جبت 10 12 عده وصلت للفيلير في تمرينه الفلاي نفسها، مش هتبقى عارف تكمل البريس، والعكس صحيح. فعشان نضمن ان احنا نلعب الزاويتين بنفس التكنيك هنلعبها عده في عده على طول. ويلا بينا على الزاويه الثالثه، هنلعب ديكلاين بريس، بس انا لعبتها على الماشين. طبعا لو عندك ماشين للديكلاين هتلعب عليها، انا ما عنديش في الجيم، فعشان كده لعبت على الماشين الفلات. طلعت وسطي كله لبره زي ما انت شايف كده، ولعبت بريس عشان اشغل اللور تشست. نكمل وهنقضي على اللور تشست خالص. هنخش برضو ديكلاين بس على الكرسي، وهنلعب دمبل فلايز. هنخلي الكرسي مايل لتحت زي ما انت شايف كده، وهنلعب فلاي بالدمبل عادي خالص. ونحاول ان احنا في كل عده نسكويز على الشست عشان نحس ان اللور تشست هو اللي بيشتغل وبيسترتش معايا، مش كتافي خالص. خلي دايما كوعك مرمي قدام سنه صغيره عشان كتفك ما يلفش منك ويحصل اي اصابات. اخر زاويه هنلعبها في الشست هتبقى انكلاين بار بريس، بس مش هنلعب بيها باوزان تقيله. اولا عشان انت في اخر زاويه خلاص مش هتقدر تلعب باوزان تقيله فيها عشان دي زاويه تقيله اصلا. ثانيا عشان تعرف تركز على عضله صدرك الانكلاين كويس جدا، هنلعب باوزان متوسطه، بس هنخلي التكنيك مختلف شويه، ان احنا هنركز على النيجاتيف، يعني هننزل سلو نيجاتيف وننزل بطيء زي ما انتم شايفين كده، واطلع عادي في كل عده. هتلاقي نفسك جبت عدات اقل، بس هتلاقي الشست شغال معاك اكتر بكتير. كده الشست تمام. هنبدأ بقى أول زاوية في الترايسبس هتبقى على الكابلات. هنلعب على الكابل بالفي ضيقة. هحاول إن أنا أعمل بنت أوفر زي ما علمتكم في الفيديوهات اللي قبل كده. رجع وسطي كله لورا، وخلي كوعي مرمي لقدام، وخلي دايما السكويزنج إن أنا بقرص على الترايسبس لتحت لقدام. محاولش إن أنا أرجع كوعي لورا خالص عشان كتفي ما يوجعنيش. دايما الكتف يكون ثابت، بستريتش للآخر وبنزل للآخر تحت. ندخل على تاني زاوية واخر زاوية في الترايسبس واخر زاوية في التمرينة كلها، هتبقى اوفر هيد. هنلعب بالروب، هحط الروب على الكابلات، خليه فوق كتفي على طول. حاول انك تثبت جسمك في الكابل كويس عشان تعرف تقرص على الترايسبس كويس من غير ما تحرك ظهرك. لو بعدت عن الكابل زي ما معظم الناس بتعملها، جسمك مش هيكون ثابت كويس، فهتخلي جسمك دايما بيتمرجح. بس كده خلص، والعب شوية بطن وشكرا.